منتشر مؤخرا فيديوهات بتتكلم عن ان الست بقى تخرج ولا ما تخرجش من البيت وتشتغل ولا ما تشتغلش، وستات كتيره بقى مع فكره اللي هو لا لازم تخرج وتشتغل ويبقى ليها حياه، ورجاله بقى تانيين تلاقيهم مع فكره ده انا هعيشها ملكه، هي تطبخ وتعمل بس ومش مطلوب منها اي حاجه تانية. فانا بقى في الفيديو ده جاي اقول لك ليه انت لازم تشتغلي، وجاي اقول لكم انا ليه اصلا كان اول شرط ليا تقريبا لما الاقي واحده اتجوزها ان هي تبقى بتشتغل، وليه ده ممكن يبقى احسن ليك كراجل بعيدا عن الماديات تماما. اول حاجه ودي اكتر حاجه يمكن حذرونا منها واحنا صغيرين، وهي مشكله الفضاء او الفراغ. الطبيعي دلوقتي ان الراجل لما بينزل شغله بيقعد له 9 10 ساعات بره البيت، وانت بقى لما تخلصي حاجات البيت كلها ممكن الموضوع ياخد منك ساعتين بقى طبخ وترويق وكده، فده بيخلق 7 8 ساعات بتبقي تقريبا قاعده فاضيه. فالموضوع بيتحول لبرامج توك شو الصبح، تقليب فاضي على السوشيال ميديا، نم وكلام ملوش اي لازمه. في نفس الوقت بتبقي قاعده مستنيه جوزك يرجع علشان ايه ترغي وتتكلمي وتخرجوا. الناحيه الثانيه بقى انت بقى راجع من الشغل خلصان، طاقتك خلصت، مش قادر اصلا تتكلم ولا عايز تتكلم ولا عايز تخرج، اخرك عايز تلعب لك جيمين بلاي ستيشن ولا تنام قدام التلفزيون ولا تنزل تقعد كام ساعه على القهوه وتروح تنام. فده كده كده مع الوقت لازم بيعمل مشاكل ان واحده تبقى حياتها كلها الراجل، والراجل مسحول في شغله وحاجات واهداف وبتاع، تلقائيا كده مع الوقت لازم بيحصل مشاكل. تاني مشكله بقى وهنتكلم في ناحيه ماديه شويه، بعض الناس ماديا بيبقوا مش احسن حاجه بس عندهم طموح، عايزين يسكنوا في مكان احسن، عايزين يدخلوا ولادهم مثلا مدارس احسن او يعلموهم كويس. ففي الحاله دي، وده طبعا مش اجبار، ده بيبقى اوبشن، بعض الستات بتختار ان هي تساعد جوزها في الحاجات دي عشان بقى يعيشوا احسن او عشان ولاد. طيب هنفترض ان المشكله دي مش موجوده، تعالوا اقول لكم ليه برضو المفروض الست تشتغل ويبقى ليها فلوسها. البنات بطبعهم اوقات بيشتروا حاجات احنا كرجاله عمرنا ما هنبقى مقتنعين بيها، بقى لبوب وحاجات غريبه كده. فلما الراجل يبقى هو اللي مسؤول عن كل الفلوس والماديات اللي في البيت وكده، وتيجي الست تقول له انا عايز اشتري مثلا لعبه ولا عايز اشتري حاجه، الراجل من وجهه نظره مش مقتنع بيها، عاده يا واحد من الاثنين بيجي على نفسه يا بيحصل مشاكل. فالاحسن ان انت كراجل تشتغل وبتبقى بتصرف وبتجيب الاساسيات كلها وبتفسحها وبتدلعها وكل حاجه، ويوم ما تبقى هي عايزه حاجه انت مش مقتنع بيها خلاص تبقى تجيبها هي بفلوس. ثالث سبب واهم سبب ليه لازم تشتغلي، احنا دلوقتي في مصر اعتقد كانوا بيقولوا انه تلت 30% من الناس الكابلز او كده بيحصل طلاق او انفصال، غير بقى ان ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه لجوزك، حوادث ايا كان. دي بقى الحالات اللي فعلا بتتمرنطي فيها جامد. بعض الناس بيبقى حظهم حلو وبيرجعوا البيت اهلهم وبيبقى اهلهم مقتدرين فالدنيا بتبقى تمام، غير كده والله ستات كتير، ودي قصص حقيقيه، ستات كتير بتتبهدل جدا، واللي تروح بقى عند خالها ولا عند امها وتيجي مرات عمك تقول لك ايه ده هو انت بقيتي بتاكلي كتير ليه، واول بني ادم يجي يقول لك يلا جوزوها علشان نخلص منها. تحسي فجاه ان بقى في ليفل كسره او ذل كده علشان انت اعتمدتي اعتماد كلي على حد ويمكن ما طلعش كويس. فالاحسن في الوقت اللي احنا فيه ده ان يبقى دايما ليكي باك اب بلان، علشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه او كده على الاقل تعرفي تسندي نفسك واولادك لو في ولاد. فنصيحتي ليكي كبنت لازم تشتغلي ويبقى عندك اهداف وعندك كيان وحاجه انت بتسعى لها كل يوم، ولو مش عايزه شغل حتى يبقى ليه فلوس اشتغلي في حاجه خيريه، انزلي ساعدي، اعملي بس اي حاجه املي بيها الفراغ اللي ممكن يبقى في اليوم. وحتى لو مش عايزه تنزلي من البيت اشتغلي حاجه في البيت او دوري على حاجه تتعلميها وتعمليها، حاجه هاند ميد، خياطه، اي حاجه في البيت، بس بلاش الفراغ. وفي نفس الوقت للولاد يا جماعه ارحمونا من قصه انا هعيشك ملكه، مش مطلوب منك غير ان انت تطبخي بس، حضرتك دي كده مش ملكه، دي كده مطعم سوري. نفسي بقى نجرب حاجه الفيديو ده كده تبقى مختلفه، ايه رايك لو انت او انت مختلفين معايا في الراي؟ تكتبوا تحت في الكومنت باحترام، مثلا تقولوا لا والله انا رايي كذا علشان كذا 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 كذا، ممكن انا استفيد وابقى فعلا فاهم حاجه غلط، وممكن الناس برضو اللي بتقرا الكومنتات تستفيد. مش لازم يعني لو انت مختلف معايا في الراي اننا نقعد نتخانق ونشتم في بعض.